ما بتكلمش جد انا ايوه. يعني ما فيش جد خالص يا باشا. بس انا انبسطت طبعا من الشغل طبعا. الفيلم انا عجبني جدا والحمد لله رب العالمين عجب الناس في العرض الخاص. ومغني سكر احمد مجتهد جدا جدا جدا. الناس كانت مبسوطه بالفيلم. الناس للحظه نسيت الواقع كله واتفاعلت مع الفيلم، ان هي صدقت ان ده ممكن يحصل وده ممكن يبقى موجود، وده فعلا قصه حقيقيه من خلال الجرافيكس. ما غيرتش من الفورمه بتاعت احمد ممكن غير ليه الراجل بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. عايز اقول حاجه، احنا اللي قدام الكاميرا، ورا الكاميرا الراجل ده والراجل ده طنطاوي يعني طنطاوي هشام رشيدي المخرج ومحمد طنطاوي. اي حاجه جرافيكس شفتوها بهرتكم، اي حاجه تعالى يلا هشام الرشيدي فالناس دي هي الموضوع. والله بكلمك بجد بقى، يعني بعيدا عن اي حاجه، ما تعملوش معانا انترفيوهات، اعملوا مع الناس دي الانترفيوهات، لان الفكره والجرأه وان انت توافق ان انت تعمل في ظل سوق ما حصلش فيه ده قبل كده، ان الناس دي تاخد الريسك ده اصلا. فوالله العظيم احنا اللي نقف ورا وهم اللي يتكلموا يعني. حبيبي حسني حبيبي. خلي بالك عشان